واحد جزيري وواحد مغربي. بالنسبه لي انا هذاك اخيب برنامج توجد على الكره الارضيه، خلى الجزيريه يسبوا في المغاربه والمغاربه تسب توانسه وتوانسه تسب اخيب. ماكش مستانس خاطر لا مش وجع يعني ولحمه هكا كبرنا، مش انه ما تقدر تتحملي، بس المقصد انه لانه الجلد في الجلد هيك ما بعرف. بعدها بعد الحمام المغربي طلعنا على منطقة شعبية، اخذنا ثياب تقليدية وعملنا هيك فوتوشوت، كنا فاتحين لايف للناس صح والله، ونزلنا البوست. امبارح سهرنا حضرنا الحلقة، فتحنا لايفات شوي هيك، عم نكون في البيت هلا كم يوم بس عبين ما الجو او الطقس يصير احسن لانها بتمطر برا. وبعدين حنروح في عندي كذا شغله لازم اسويها هون في مراكش، طنجة، أبير، عندي كولابس، عندي اعلانات. هلا معاك صاحبي، عكاك وين كنت؟ ما قلتيش امبارح كل النهار عملكوا شعري كيرلي، كل النهار ما حدا تغزل فيه، هسه بس عملته هيك رجعوا كيرلي. طب قولوا لي امبارح ما احلاك تامر، شو هالجمال، شو هالكشخه. انا ديما قلت كيرلي احسن. عبوا زينك انت، انا متعود على حكيك العسل، بس هني ايه هني لازم هيك يكونوا شوي لطيفين معي. هاي شفتوا ببخاكم. غلبتني فيديل، فازت علي، ويكو صحة على قلبها لفيديل وزينك. شفتوا انتوا شو بتسوي فيي؟ لا بتحكي لي صباح الخير اليوم، بتزعل من لايفاتي، بتروح بتغزل. قولي 3 بنات يا اخي، طلع مع 3 بنات بالرسمي، طلعت مع 3 بنات، ما شفتيش اللايف هذه؟ لا طلعت مع طارق سيزون 2 ومانيسا تبعت مانيسا واينور تبعون ريل ليون، 3 مع بعض يعني. اما 3 بنات دخلت معهم اليوم انا لا، ما طلعت جولات اليوم غير هلا يعني. صح. امبارح فتحت الصبح والظهر، بس بالليل كنت بحدا ايمن وهو فاتح لايف، ما فتحت بالليل. وشو اسمه، يلا حاجيب منال وصفاء تمام. شو كنت بحكي؟ بتحكي ليش صباح الخير اليوم، وفجأة بشوف او بعرف منكم انها طالعة لايف الحين يعني، وبس افتح معها الجولة مغيرة لوك. طبعا كثير انا مبسوط بهذا الجمال اللي شايفه، بس انه مغير اللوك، وبتحكي ليش انه مثلا انا بالصالون عم بساوي 1 2 3 احلى هيك. هلا انا بركن على ذوقها لفيديل، بس برضه بتعرف زعلان من صباح الخير كنت. بس حلوة ابو زينك. حشمتني. ليش تحكوا لي اليوم؟ والله ما شفتها للحلقة انا، مالكم لسه؟ امبارح ما شفتها واليوم ما شفتها. شو حكوا لك؟ انه اليوم عم بيرسلوا لي تصاميم وبيحكوا لي انه بحلقة اليوم ما كنتش عاجبهم، باين علي مريض. هلا انا كنت كثير مريض بالحلقات، بس مكابرة على الذات يعني كل الوقت، بس ما بعرف، خليني اشوفها عشان اتذكر اليوم وايش صار. يقولوا لك كل ما يكونوا مجموعة عم بيحكوا معي اتركهم واروح اجلس لوحدي هيك الاشي. ما كنت عم بحكي مع حدا يعني، ولا بتدخل باي شيء اليوم. خلوني اشوفها واتذكر شو صار. بس يعني نزلت اليوم كواليس من الحلقة، و في الكواليس متصور مع الاشخاص، يعني المود كان حلو، بعرفش على الكاميرا. خليني اشوف. بلا جاي قدير. شو هي؟ نقرا في التعليقات. التعليقات فيهم 2 مواضيع. موضوع لحظة بكم يا جماعة، والله لفتوا تفديك، والله هنا كونوا نيتكم صافية، والله خاطر أنا متأكدة يعني كلهم صحاب راهم أصدقاء عاديين. نيمار باينين في الكاميرا، اسوي الكاميرا. ايش قلتي لي التعليقات؟
التعليقات فيهم زوز حاجات. الحاجة الأولى يحكيوا على شكون بحذاكم، قال لك 3 بنات ولا شنو، والثاني على الخاتم. حاجتين هذا موضوعهم عندي يا جماعة. أنا راني ما عنديش ولا شيء. أنا بحكي لك شوفي. شبيصة من فضلك. شبيصات. خاتم. نمشيو نجيبو. أيوه أيمن. يلا نمشيو نجيبو. ذكرني في تامر بالله. بحكي لك الخاتم امبارح لما كنت كان ايمن في لايف مع نوران، لما دخلت انا وحكيت هيك وطلعت، لانه انا كنت عم بحضر شغله، كنت عم اعمل هيك في الخاتم بلعب فيه يعني كالعاده. بعدين انت جيت زبطيت هديه او شيء في اللايف، كنت عم بلعب بالخاتم، صاروا كلهم يكتبوا الخاتم، فاليوم الكل يسالني وين الخاتم، بس انا فعلا مش عارف وين حاطه. هنشوف وين الخاتم اذا في بكره. صباح الخير. ايش لا هاي جواب كان على شيء ثاني، بس فاتوا مواضيع ببعض، وهذا موضوع الخاتم. ايش الموضوع الثاني؟ الثاني يقول لك 3 بنات، فسر لهم اللي انتم اصحاب يعني واصدقاء وكل شيء، يعني حاجه عاديه، وناس جايين كلكم حالين لايفات. حد علمي نحكي على هلا معنا منال اختنا الصغيره واضح، وصفاء صديقتنا من المواسم السابقه، يعني فروم ذا كلب كيف بنحكي. فاي حد من المغرب كان موجود في المواسم اللي قبل اكيد حنشوفه. حتى في تركيا التقينا مع كثير مشتركين ومشتركات من مواسم قبل، لانه احنا عندنا نفس التجربه، فلا اراديا بصير في عندكم صداقه حتى لو كانت عن بعد، او اذا كنتوا في نفس الباب بيستقبلوكم اصدقاء. نعرف السيزون 2 ولا عندي فكره عليها، ولا تكتبوا لي على حاجه شخصيه ما نعرفهاش، يعني تكتبوش بالخايب خاطر ما عنديش فكره انا وعيد معناها. اوكي تيجي فيديل للمغرب؟ انا بدي فيديل تيجي للمغرب، بس عندها اشغال واعمال، بس تخلصهم تيجي بالوقت الصح. جايه هاي ارتاحوا جمهورك وارتاحوا الناس اللي متابعينك في اللايف، اخذوا اجوبه على الاسئله. مصدومه من شنو؟ من شو؟ انا مش لكم هكا نغمض عيني يا خويا، تقلقيله دايما قديشي انا راه. روح شوف. لا ما نعرفش طفله، نعرف حتى حد، ما اعرف حد الزيو. والله ساعات تكرهوا شخصيات في البروجرام وهما يكونوا بالحق ما همش اشرار في الدنيا، يعني تنجموا شخصيات تكرهوهم في البروجرام وفي الدنيا ما يكونوش هكاك، وتنجموا شخصيات يبانوا لكم محلاهم وطيبين في البروجرامات وفي الحقيقه يكونوا اشرار مش نورمال. فبالحق ما تصدقوش البروجرامات يعني والحكايات هذوما. انا مثلا فيدو قررت انه ما عاد احكي على البرنامج، مش لشغله بس شبيصات انه للاسف انه مش كل شيء عم ببين، وصراحه انا من طرفي كثير شغلات مش عم بتبين وخلص. لما الاشي هسه مش واضحه ما حاجاري الحلقات، يعني مثلا انت انا وانت لما صارت بيننا مشكله حتى يعني كان بينفع نحي شارف، كان بينفع كان ينفع عبد وزير هي بس سكر بس تطلع شبيصات يا عمري. كان بينفع يا فيدو انه اطلع لايف زي كيف كانوا يساووا في قبل. جاي مش شايفتك هيك فيدل السرجات وفيدل والفردة وعشريفة والشريفة واختي العزيزة ونسيبة نسيبتي العزيزة سيبي العزيز اعطيني اكوان حطك دودة.
انا نمشي نجيب رفيسه ونجي. كملوا تقعدوا تحكوا في التعليقات هذوما على العباد اللي انا ما عنديش حتى دخل بهم، وانتم داخلين اللايف نتاعي بالحق نزعل ونسكر اللايف وكهو. ما فهمتش انا تحكيوا لي على سيزون انا مش موجوده فيها اصلا، واكس وايجريك مدخلني انا، تحكيوا لي عليهم تحطوا لي اسامي لعبة مدخلني. خي نورمال. واي سيزون بالنسبه لي انا فيها فتنه للمغرب العربي كان فيها فتنه، انا ما نحسبوش هذيك سيزون حلوه حتى الطرف، ما يعنينيش. انا ريتو شو اسمه هذاك اللي عملوه، هذاك اللي فيه 5 اولاد اللي هما 3 توانسه وواحد جزيري وواحد مغربي، بالنسبه لي انا هذاك اخيب برنامج توجد على الكره الارضيه. خلى الجزيريه يسبوا في المغاربه والمغاربه تسب في توانسه وتوانسه تسب. اخيب بروجرام شفته في حياتي، خايب برشا. خاطر احنا بالرسمي بلاد واحده، لو كان فما صارت فتنه في السيزونات اللي فاتوا ما نحبش حتى موضوع يتجبد في انا في لايفي انا، ولا يتحكي لي على اي شخصيه من الشخصيات اللي كانوا موجودين، ما يعني لي حتى حد. طيب لاني ما كملت بحكي لك اللي انا معي اللي حكيتيه. وغير هيك تذكروا برجع بحكي لكم انه اللي صار في مواسم قبل هذا برجع للمشتركين، احنا تجربتنا ثانيه. فاذا جاني اي شخص مشترك في الموسم الاول او الثاني وتعامل معي باحترام، انا بتعامل معه باحترام، ما بتعامل معه على مين. انا واحدة من الناس ريتو هذاك البروجرام مع احترام الاشخاص اللي كانوا موجودين فيه. هذايا شو اسمه هذاك ليون، شو اسمه؟ ريل ليون. اي هذاك هو، هذاك بالنسبه لي انا ما هو اسمه قصه زاد فيه قسم نصيب. والله بالنسبه لي انا حسيته خايب برشا. شنيا علاش فما 3 توانسه، واحد جزيري واحد مغربي، هذا شنو خدتوا فيه. وبدات الدنيا تعرف انت كي بداو مسكره الدنيا باش تبدا فما شويه مشاكل واش بدعتيه. هذاك بالحق بالنسبه لي انا اللي تبعوا انسان نحترم الاشخاص اللي كانت موجوده فيه. اما بالنسبه لي انا اللي تبع البروجرام هذاك ونكون من نفس الجهه نتاعنا، خايبه برشا خايبه برشا، مش حلو في حقنا، وتزيدوا تقعدوا تتعاركوا مع بعضكم، مش حلو حتى طرف، ما يستحقش اصلا بتاتا صراحه. يعني الحمد لله هاو قريب يوفى نورمالمون ونرتاحوا وتنساو وتفقدوا الذاكره على اللي صار قبل وركزوا في اللي هذايا توا. شوفوا حاجه ياسر مزيانه وشوفوا حاجه ياسر محلاها وحاجه بالحق يعني تمثلنا كاحنا بالحق نتساماو بلاد واحده، تمثلنا كلنا مع بعضنا، مش خوي يسب في خوه والجار يسب في الجار، مش حلو. هاي تمام. حبيبي بس لانه بيسالوني كثير بدي احكي هاي المره هاي الشغله اخر مره، انه ما عاد تعلق على الحلقات لانه مش عم ببان كل شيء كامل ولا واضح. سبيسيفيكلي اذا مثلا صار في مشكله كبيره اللي هي بوم تبع البرنامج او نقطه تحول بالبرنامج، المفروض تبان بشكل كامل، ما يبين الواحد مهستر على الكاميرا يعني داخل هيك، ولا يبين شو صار ولا هيك. فانا مع التعلق بس يخلص البرنامج بشكل كامل وتنعرض الحلقات. اذا عندي تعليق او بهمني الموضوع كثير يعني لدرجه اني اطلع احكي فيه بطلع بحكي. اذا شفت الموضوع مش عن جد بهمني ولا ماخذ من وقتي مش راح احكي في الموضوع، ومش حاجاري الحلقات، لانه انا بيني وبين حالي وبيني وبين الاشخاص اللي كانوا معنا بالبرنامج بعرف انه احنا طلعنا من الفيلا بعلاقه كويسه. انا عم بحكي عن حالي شخصيا، وفي متابعه وفي تواصل، فاني اطلع اجاري الحلقات انا شخصيا بحس حالي سخيف. يعني مثلا انا وفيديل صار بيننا مشكله في البرنامج، وانا شخصيا عارف انه بعد بيوم من هاي المشكله انا وفيديل اصطلحنا او صرنا اصحاب وحتى بنفس الليله يعني. فانا اجي اهاجمها في اللايف بوقت عرض الحلقه وقت المشكله، وبعد بيوم ارجع امدح فيها واحكي صديقتي. فانا بحس حالي سخيف، باي بولر، منافق، اهبل، تافه، لاحق الترند، او عم بحاول اراضي 50 او 100 شخص عم بيعمل لي تصميمات. فانا مش هيك. اللي بده يحبني اهلا وسهلا، اللي ما بده يحبني الله معه. ومش رح ازعل الاشخاص اللي هم انا في بيناتنا تجربه حلوه انا وياهم عشان كم تصميم اللي بنفع اشوفه بغض النظر عنه. فانا عندي مش رح تشوفوا ريبوستات سيئه، ودائما بطلب منكم لو عملتوا ما تعملوا لي منشن، واذا عملتوا لي ما رح اعمل منشن باك. هذا انا كيب ات لارج كلاس اللي بدكم اياها، ومش رح الحق المراهقين عشان شويه فتن بتصاميمهم. فهذا هو، وباقي ما باقي انا مبسوط بالبرنامج. هيك بس حلو.
وصلتكم؟ وصلتكم؟ وصلتنا. باش نسكر عليكم التكبيس لو تحكيو بجدكم، انا ما عملتش توا قريب تعملوا نص مليون، ما عملتش مليون من اللي حليت. وينو تكبيسكم انتم لاهين تكتبوا 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 تكتبوا؟ ها؟ شبيكم؟ شبيكم اليوم شبيكم؟ جايين كيكا شاعلين بالفيرق، وينكم؟ يلا كبسوا كبسوا كبسوا. هاي هاي نسوق. ايه شو حلوة؟ سودني سو. بعت لك صورة، أنا شفت مشهد من حلقة أنا عمل لي عليه منشن في التيك توك. بعت لك شو هاي الصورة؟ من اي حلقة؟ حلقة يمكن 21. انا شنو لون لبسي؟ لبسي شنو لونه؟ أورنج. ايش بيه؟ ها؟ أنت دافع لي من جيبتك حق الأكل يا زلمة، خليني أتهنى بالأكل. إيش بحكي لك لابسة برتقالي هيك